السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا باحسن حال من قناه روبيشان. لو انت جديد في القناه حط لايك واعمل سبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بنزله. هنتكلم النهارده في موضوع بقاله يومين على السوشيال ميديا وناس كتير قوي بتتكلم فيه، بس انا هتكلم بقى من وجهة نظري اللي انا شفته او اللي انا سمعته من يومين. انا ما رضيتش انزل الفيديو امبارح علشان قلت اكيد في احداث هتحصل، لان المواضيع دي غالبا بيحصل فيها احداث كتيرة جدا. عايزه اقول لكم انتي مع مين يا روبي؟ انا مع مرات الابن. انا مع مرات الابن. ليه؟ عايزه اقول لكم شويه حاجات كده. او امبارح كانت كل الناس مع حماتها، كل الناس واقفه مع حماتها، لحد ما حماتها سبحان الله يا رب يشاء ربنا ان يقلب عليها الايه. عايزه اقول لكم بعد ما كانت كل الناس مهتمه بيها وبتدعمها واقفه في ظهرها، طلعت هي في كذا فيديو اتكلمت وقالت حاجات خلت الناس كلها تقلب عليها. طلعت في فيديو وقالت من ضمن الحاجات دي، قالت ان مرات ابنها دي عديمة الإنسانية وعديمة الإنسانية اللي في الدنيا كلها، علشان عايزة تاكل وتشرب. هي عايزة تاكل وتشرب بس، وعايزة فلوس. طب أنا عايزة أقولك يعني هي عايزة إيه تاني؟ يعني ما هو أكيد عايزة فلوس وعايزة تاكل. يعني عايزة أقول لكم مرات ابنها ما بتاخدش فلوس من جوزها اللي مسافر ومتغرب، فلوس بتروح لأمه، وهي بتاخد من أمه المصروف. وده أكبر غلط، إنك تكره مراتك في أمك، إنك تخلي الفلوس مع أمك أنت. لا، أنت اديلها مصروفها. حتى طلعت تاني برضو مرة في الفيديو وقالت إن أنا قلت لجوزها، قلت لابني إن هو يبعت لها مصروف. عشان كده ان هو اساسا في الموضوع كله ان هي اصلا ما بيبعتلهاش فلوس. تمام. اكتر الحاجات برضو اللي استفزت الناس ان حماتها ديت بتشتمها وثبت لها بالدين وقالت لها الفاظ وشتمت اهلها والحاجات دي كلها. هي اساسا في الطبيعي ان هي بتشتمها وما بتطلعهاش فوق بأمارة ان هم قاعدين على السلم وما طلعوش فوق. طبعا ناس كتير قوي بتقول الموضوع ده متخطط له علشان يشوهوا صورة البنت، او البنت يطفشوها او يطلقوها من غير ما تاخد اي حقوقها. يعني هم عايزين يطلقوها من غير ما تاخد اي حقوقها. قعدوها في المدخل ومرضوش يطلعوها فوق في الشقة، مع انها ده شقة البنت ممنوعة انها تطلع شقتها نهائي، متطلعش شقتها على طول. قاعدة عند مامتها، حماتها بتنيمها معاها في الشقة، يعني مبتطلعش شقتها وحماتها منيماها معاها في شقتها. من اكتر الحاجات برضو اللي الناس ضايقت منها وهي ان حماتها ماسكة كل حاجة ومتحكمة فيها، والناس قالوا ان البنت تعبت، نفسيتها تعبت بسبب الكلام ده كله. انا برضو مش مع الضرب، مش مع انها تضرب حماتها.